الكاف زار الجزائر، زار ملعبي صحح لي المعلومه نيلسون مونديلا، زار ميلود هدفي ميلود هدفي ايضا قبل يومين زار ملعب نيلسون مونديلا. كان انجاز ملف 2025 شفنا. لكن للمعلومه رفيق انه لجنه هذه ليست تابعه للكاف. لجنه المعاينه تابعه للمكتب الاستشاري الدولي اسمها رولان بيرجي مع الكاف يعني. لا باش تكون مصداقيه اكثر يعني. قال لك باش تكون مصداقيه. يتعاملوا معهم اكيد يتعاملوا مع الكاف، لكن هما دي ظالمه. اسمها رولان بيرجي استراتيجي. الفرع هي مكتب دراسات الماني، جا الفرع تاعهم في فرنسا. جا فرنسي اكيد. الفرنسي يعني ايجيبسيان، المصريين هما اللي جاوا هنا. استغرقت الزياره 3 ايام. شفنا انه قال لك بعض المصادر انه تقول كانوا راضيين على المنشآت والملاعب الجزائريه. بعد اليوم تنقلوا الى زامبيا. توقف لي معذره امير، توقفوا هشام وابراهيم، توقف لي في هذه اللقطتين. كاين لقطه اخرى ثالثه اثارت جدل واسع جدا نعلقوا عليها. هذه رفيق في وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويرها للرأي العام على أنه صرامة فوق الحد المطلوب من قبل هذه الهيئة التي تدقق في أدق التفاصيل. هذا الألماني على ما أعتقد أو الفرنسي الذي ذكرته، يعني كان يروح في مكامن أين يوجد بيوت العنكبوت بالعامية يا شيخ. هذه تصرفات أنا طرحت تساؤل، يعني تساؤل كما طرح في وسائل التواصل الاجتماعي، هل هي صرامة مبالغ فيها أم أنهم بالعامية يخدموا خدمتهم باش نوضحوا الصورة للرأي العام؟ واش رايك؟ ما تقدرش تقول لهم علاش ما يديروا في خدمتهم. احنا ماشي موالفين نشوفوا لجان المعاينه اللي كوب دافريك دون دوطر بي ما شفناش خدمتهم. احنا تبلغنا المعلومه اكسبتوا لو دوسي وي نو. هذا ما كان اول مره شفناها من قبل، ولكن هذه مكتب دراسات اجنبي خاص متعاقدين مع الكاف كلفتهم لا كونفيدراسيون. ما نقدرش نقولوا علاش راك تحوسي لا بتيت بات. ما على بالناش كيش داروا مع المغرب، كيش داروا مع نيجيريا. كاين صور خذ حاجه صور الزومبيا باش نكونوا صريحين. يعني يعطيه لنا هشام ابراهيم نشوفوا دي ستاد ما نقولوش كاتاستروف، لكن الجزائر بعيده كل بعد مقارنه. اسمح لي شوف كومون سا سباس هنا. انت ما عندك ما تخاف، انت عندك ملاعب جديده وملاعب مهيئه، ما عندك ما تخاف. ماشي هما اللي ديسيدا، اتونسيون ماشي هما اللي ديسيديو لا تلفزيون تاع لا ياثروا يعطيك هو واش يمد، هو واش يخدم، هو ما يمدش ما يمدلكش لا كاد. هو يقول هاودي دفتر الاعباء تاع لاكاف واضح كاي تشارج ويشوف ولا توافق مع اللي كاي تشارج. ولو كان وافد من الكاف يعني، وكان هذا الوفد يعني الامر سيان ام انه يختلف يقلب الموازين. ممكن يروحوا لي ديتاي، هما بياش يروحوا لي ديتاي يعني سي تو في نورمال. ما نحبسوش في هذه الجزئيه. في نهايه الامر اسكو لو دوسي الجيريان فا اتر اكسبتي وي و نو، هذا ما كان. هما يقولوا هذا الملف يستجيب للشروط ويعطوه لاكاف. المشكل ماشي في هنا، المشكل اليوم احنا المرحله الاولى يقبل لك لو دوسي تاعك. انا كاين شحال حنا المغرب لا زومبي نيجيريا والبنان هكذا. الرهان الاول انه الدوسي تاعك يجوز يستوفي الشروط. المرحله الثانيه وهي الاهم، هما خدمتهم يديروها، يعطيهم الدوسي، قال الدوسي الجزائري اكسبتي هاكو يستوفي الشروط. يبقى من بعد الدور تاع شكون؟ تاع المكتب التنفيذي تاع لاكاف، هو اللي ديسيدي لا ديسيزيون. ميم يروح لو ديتاي، ماشي الاشكال هنا. الاشكال شكون اللي ديسيدي، شكون اللي يمد لك ميم رفيق. ميم هنا يعطيك 10 sur 10 على لي زانفراستركتور، مي لا ديسيزيون فينال سي لو بيرو فيدرال، سي لو بيرو دو لا كاف. لماذا هما يكونوا عده ترشيحات ومن بعدها هما ماشي كامل الترشيحات يطرفوا. بون يبون شوازير لو ميور دوسي. ما ترفدش كل الترشيحات المكتب التنفيذي. لوجيكمون تجي لجنه معينه، لجنه من لاكاف ولا مكتب دراسات يتعاقد مع لاكاف ما يهمنيش. لي سوساي يجوا يشوفوا لي زانفراستركتور. قال كاين 5 ولا 6 دوسي يفون اكسبتي 4 اللي يستوفيوا الشروط. هاد الربعه وين يروحوا المكتب التنفيذي تاع لاكاف لي 23 هما كيفون ديسيدي لمن يمدوا لا كوب دافريك. يعني لي 4 دوسي اذا شدوا 4 مثلا، لي 4 دوسي راهم سي ميم في ديغاليتي، يبقى الفوت. هما راح يشدوا المغرب الجزائر بينا ونيجيريا. اللعبه كامله راهي في المكتب التنفيذي. ما كاينش ما تقولش بلي ميم حنا ما عندنا 10 sur 10 والمروك عندهم 9.5 مثلا ويسوفوا الشروط، حنا شويه خير منهم. با فورسيمون يمد لك تصويت، سي لابريسياسيون تولي. وباش ما نخرج من لابريسياسيون تولي لي كوليس والنفوذ واللوبينغ اللي فيها المكتب التنفيذي احد الاصوات فيها هو المنافس تاعك اللي هو فوزي رقجع 3. وقلت في حصص اخرى لو
الدوسي تاعنا يجوز مع الماروك مع لا زومبي ومع نيجيريا، كاين غير الدوسي تاع لا زومبي اللي يكون بريوريتير علينا. ميزا با الدوسي تاع لا زومبي احنا احسن، احنا بريوريتير على الماروك وحنا بريوريتير على نيجيريا والبينا. اوكي البينا وحدها يسون بريوريتير باسكو عمرهم ما داروا كوب دافريك، مي نيجيريا داروا في 2000. انا ناخذ لو دوسي نيجيريا البينا كيف كيف حنا بريوريتير. لماذا؟ لانه الماده 23 من لي ريغلومون دابليكاسيون دي ستاتيو دو لا كاف واضحين، وحنا ما حبيناش يعني نستثمروا في هذه النقطه. لو يقبلوا الدوسي الجيريان ماروكان لا زومبي اي لو دوسي كومان تاع نيجيريا والبينا، احنا عندنا افضليه على المغرب، لانه قلنا الماده 23 من ريغلومون دابليكاسيون دي ستاتيو واضحه، يقول لك في حال وجود اكثر من ملف على طاوله المكتب التنفيذي للكاف قبل التصويت، الاولويه تمنح للبلد الذي لم يحظى من قبل من فرصه تنظيم الكان مقارنه بالاخرين. كي نولوا الجزائر تقول لي درناها في الكاترفانديس والماروك في الكاترفاويت، وي حنا درنا في الكاترفانديس وما قبلنا، واش هما بريوريتير، ولكن المغرب منحتها الكاف في 2015 شرف تنظيم لا كوب دافريك دي ناسيون، ورفضت نالت الفرصه ورفض تنظيمها في اخر لحظه بحجه ايبولا، وداروها في لاكيدي اكواتوريال وما صرا والو، لا ايتي سسبوندي لو ماروك لا ايتي سسبوندي. وبالتالي انا بور موا احنا اوني بريوريتي بارابور لو ماروك. عيب كبير لو يجوز الملف احنا والمروك الجزائر والمغرب ولا زومبي ونيجيريا والبينا ويمدوها للمغرب. واضح رفيق. شيخ نتكلموا على المنشآت التي تحتضنها الجزائر باش نوضحوا الصورة أيضا للجماهير. ملعبي 5 جويلية أمير وملعب بليدة تم استثنائهم من زيارة لجنة التفتيش لأنهما في قائمة الاحتياطية باش نوضحوا الصورة. يعني عندنا ملاعب أخرى جاهزة. الجزائر لم تكن يوما ما في وقت سابق تطمح لأن تكون في مثل هذا الموقع القوة من اجل تنظيم كاس افريقيا حظوظها حسب رايك. ليكزيجونس تاع لا كاب يدوموند سان تيران جو بونس، سان تيران افيك دي نورم انترناسيونال وملعبين شيخ احتياطي. كاين سان جويليا. لا حنا اليوم حنا جاهزين من ناحيه ليزانفراستركتور جاهزين. المشكل هو سي كيفاش كما قال رفيق تفرض انه فتش شكون اللي راح يقدم الملف تاعنا، فهمت؟ شكون راح يقدم الملف تاعنا؟ لا الملف شكون اللي راح يقدموا ولا شكون اللي راح يعالجوا يعني شكون يروح يديفوندي بيان سور. شكون راح يديفونديه؟ او 2014 كان نهار اللي ما ديناش تاع 2017 كان الوزير تهني وزير الرياضه وقدم يعني عرض رائع جدا وكنا افضل من الكابو وحياته مدها الكابو، حياته مدها الكابو لانه هكذا ما حبش من الجزائر. شوف لافريك يعني بون لافريك لاكاف جدي بيان لاكاف ما ايور ما تسعش بالطريقه في وقت حياته الامبراطور ونفس الممارسات راهي تصرا دوك اللوبينغ تاع لي ماروكان لازم نحن ندخلوا في البيرو اكزيكوتيف مد حياته. هذا اللي ديسون تاع 2025 يعني كان 2023 يا اخي ديكالات اجل عدم جاهزيه الكاميرون 2019 يا اخي فتح الترشيحات 2019 2021 تشفاو مدها للكاميرون مدها لكوت ديفوار ومن بعد كي نحاوها ليبيا 2017 عاود مدها للكابون ما مداش للجزائر. بصح 2025 جامي فتحت الترشيحات ما تفتحش ترشيحات 2023 لا غيني كانت 23 19 كاميرون بعد ندار في مصر 20 كوت ديفوار راهي دوك 24 و23 كانت لا غيني اللي نحاولوا ندير 25 ونحاولوا مدها لا غيني حالته بدون ترشيحات. كابيلي المامي كابيلي لو فيس بريزون تاعو كان صديقه 4 هديه. رافي حنا او ديبار ديجا او ديبار انا خاسرين اون فوا ما عندناش اون فوا فوتونت حنا اليوم ما عندكش اون فوا ما عندناش مي مروك والبينا لا كاع عندهم اون فوا فوالا حنا ديجا او ديبار انا خاسر اون فوا او ديبار. ومع الكواليس كما قال رفيق نتمنى ان كواليس اللوبي اكيد وتحسم الامور في صالحنا مع اللي كاين في ليكزيكوتيف تيجيب اكثر الناس يعني فيها الاله الدبلوماسيه ماهيش لا فيدراسيون ماشي العرض لا بيان سور ماهوش تبعث اي واحد يقدم عرض رائع وماشي غير الاستاد الجانب الامني التنظيم ماشي المطارات النقل بوكو شوز حتى ولا الملف تاعك واضح للعين انه احسن با فورسيمون في افريقيا الاخيره كانت ناجحه وبشهاده الجميع. هنا الاله الدبلوماسيه هي اللي تتدخل اون اتوندو تدخل انت افيك ان مومبر كيما كان بالكاريزما تاع محمد راوا ويدير لك لو لوبيينغ بدون هاللوبيينغ لا كاف تولي هربت لك ويأثروا عليها اصحاب القرار على مستوى واضح. ما باش نختم هذا المحور صور لملعب تيزي وزو. هذا ملعب التحفه كما
ستشاهدون بعد قليل. هذه اليوم أمير في زيارة لوزير السكن. أول اليوم في زيارة تفقدية. وزير السكن أكيد كان قبل يومين في ملعب مولودية الجزائر ملعب دويرة، واليوم إلى ملعب تيزي وزو. وين قاعد يتكلموا عليه الكثير والكثير هذا الملعب أنه من أحسن الملاعب. متى يتم تدشينه؟ وسيتم تدشينه، ستكون أول مباراة على حسب كلام الوزير، أول مباراة في شهر ماي القادم. ملعب تحفة. ملعب تحفة. سي ان بليزير كي تشوف ملعب كيما هذا وملعب مونديلا، ملعب تاع دويره تاع النابا، ومازال راهم يخدموا في وان شاء الله راح يزيدوا. كاين ترميم تاع سان جوي راح يغطوه يغلقوه. يستاهلوا شيخ باش نحتضنوا كاسي. فوالا تيزي وزو في قلت لك هذاك الملعب شبيبه الغابه طريق جديد، طريق سيار اذا راكور داو حتى البوخالفه.